أن تذهب مع صديقك غسان دياب إلى قرية نجار، يأخذكما إلى بيت أبو فاطمة صديقكما عبد الرحمن معجون، حيث لا بيوت بعد لعامود سوى بيوت القرية وغنم وروث، فتكتب بالكردية لغتك الأم قصائد عن بيوت قرية نجار المتواضعة، من الطين والنوافذ والكوى الخفيضة الساكتة الصامتة في هذا الصيف الهادئ، بستائرها الزرقاء المبرقعة والخضراء، وأباريق شاي ثقيل يوضع أمامكما حتى قبل الدخول. قصائد تكتبها عن مدرسة أبي العلاء المعري بكردية رقيقة وسرية ممنوعة، لا تكشف إلا كما يكشف المطر عن أحجار كانت مختبئة في الحقول. فأبو فاطمة يشتغل على الكلمات ويضع القواميس، ولا يزال يشعل الفوانيس بالكردية في ليل الكتب، وتكون في عمود وليس فيها، إذ لا أحد يعلم هل نجار قرية أم جزء من عامود. وأنذاك قط لا تهمك الكليات ولا الجزئيات، إنما القصائد التي تكتبها بالكردية عن باصات الجمعية التعاونية وشارع القامشلي، وعن شارع المركز الثقافي بكنائسه تهمك، وعن أقبال الصيف. اطلب من صديقك غسان إذن وأنت في غرق الكتابة أن يمدك بسيجارة من سجائره الدكمة، ماركة الحمراء بلا فلتر، ماركة الفقر والعشاق. أنذاك فقد كردها شربا إلى أعماقه الأليمة وثقب قميصه البني. وأتم كتابة قصائدك بالكردية إلى نهايتها بخفة ومكنة، وقل: هات شايا ثقيلا آخر، وهات يا غسان سيجارة أخرى بسرعة أتمم بها القصائد القصيرة، وأهلك الصيف وأشواقه. فقد أزفت ساعات وجودنا هنا في قرية نجار أن تنقضي، وقط لا يخطر للأشواق في بال ولا على خاطر الانتهاء.